لحد امتى هتفضلي تشتريه وتخافي تعمليه؟ بعد الفيديو ده خليكي تبقي استاذة فيه، وكل مرة هيبقى انجح من اللي قبليه. اتحديت ولادي بيه وقالوا لي مش هتعرفي تعمليه زي اللي بنشتريه، والنتيجة باينة للجميع. ومن جماله وحلاوته الكل كان منبهر بيه. يلا بقى بسرعة ما كسريش وفرحي البيت كله بيه. بس قبل ما ندخل على الطريقة والتفاصيل، انا اسمي ياسمين جنيد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناة من على اليوتيوب، وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكم كل فيديوهاتنا. اول حاجة زي ما عودنا المشاهدين هنسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هنعجن الكريب بتاعنا بمية، هنحتاج 5 كوبايات من المية. هضيف كمان معلقة ونص ملح، معلقة صغيرة، و4 معالق كبار من الزيت. وعلشان الكريب بتاعنا يبقى غني اكتر هضيف كيس لبن بودرة وعلبة صغيرة زبادي. الزبادي بتخليه طري مدة اطول. هضيف كمان معلقة كبيرة سكر ونقلب كل المكونات مع بعضها. معايا هنا 4 كوبايات من الدقيق، هننزل بأول كوباية ونقلب. اول ما تدوب وتختفي ننزل بالكوباية التانية. والكوباية التالتة. والكوباية الرابعة. علشان اضمن ان الخليط بتاعنا خالي من اي تكتلات هتضربيه في الخلاط او هتصفيه بمصفى. انا هضربه في الخلاط. وكده الكريب بتاعنا اللهم بارك بقى جاهز. هغطيه واركنه على جنب ونحضر مع بعض الحشو. للحشو هنحتاج 300 جرام من صدور الفراخ متقطعه مكعبات صغيره. هنشوحها في حوالي 3 معالق من الزيت. هضيف لها ملح وفلفل وبهارات فراخ وبابريكا، من كل حاجه معلقه صغيره، ومعلقه صغيره من البهار المشكل كمون وكزبره وفلفل. ونقلب التوابل كويس مع الفراخ. في الوقت للتاني اديلها تقليبه لما توصل معايا لمرحله التسويه. تعتبر الفراخ بتاعتنا دلوقتي داخله على مرحله التسويه. معايا هنا بصلتين حجم وسط متقطعين جوانح، وهقلبهم كويس مع الفراخ. من وقت للتاني اديلها تقليبه لما البصله تبدا تدبل وتطرى معاها. بعدين ننزل بالشطه. معايا هنا شطه وفلفل متقطعه شرايح رفيعه، ونقلب كل المكونات مع بعضها دقيقتين بالظبط واطفي عليها. وكده الحشوه معانا بقت جاهزه. على ما حضرنا مع بعض الحشوه كانت العجينه بتاعت الكريب ارتاحت، وهقلب العجينه كويس. اول ما الطاسه تسخن ننزل بالعجينه وندور الصينيه على طول. دقيقة واحدة بس وهتبص تلاقيها بدأت تتماسك وتخلع من على الحروف. دلوقتي بقى نبدأ نقلبها. يا دوبك بس بعد ما بنقلبها بتاخد نص دقيقة وبتكون جاهز. نص دقيقة على الناحية التانية وخلاص بقت جاهز.
واغطيها على طول علشان ما تنشفش معاه. اول ما الصينيه تسخن هتنجزيهم في ثواني. وهخلصهم كلهم بالشكل ده وارجع لكم علشان ما اطولش عليكم الفيديو. وده الكريب بتاعنا، اللهم بارك، بعد ما خلصت الكميه كلها. فعلا يستحق التجربه. دلوقتي كل حاجه بقت جاهزه، نبدا حشو. اول حاجه رشه من الجبن، بعد كده البطاطس المحمره ودي اختيار، وزيتون اخضر، ومعلقتين كبار من الفراخ بتاعتنا. ورشه من الكاتشب. وقفل عليها كويس. وكده الكريبايه بقت جاهز. نحضر مع بعض واحده كمان. رشه من الجبنه الموتزاريلا، وبطاطس، وزيتون، وفراخ. اخر حاجه الكاتشب. وقفل عليه كويس. وهخلص باقي الكميه كلها زي ما انتوا شايفين كده وارجع لكم علشان ما اطولش عليكم الفيديو. وده الكريب بتاعنا، اللهم بارك، بعد ما خلصت الكميه كلها. معايا هنا طاسه هدي لها فرشه من الزيت، ونسمي الله ونبدا تحميل. اول ما يبدا ياخد لون نقلبه على الناحيه التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه كريب بألف هنا. وبقى معانا اجمل كريب لاجمل مشاهدين بالصلاه على الحبيب. ومن جماله وحلاوته الكل كان منبهر بيه. يلا بقى بسرعه ما كسريش وفرحي البيت كله بيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناه من على اليوتيوب، وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكوا كل فيديوهاتنا. سلام يا احلى مشاهدين.